السلام عليكم. اليوم درت معاكم الباطوط تشهيتو ونشهيكم في الجنة ان شاء الله. بسم الله. نطيبو قرصه تاع كسره نورمال، ما ديري لا زيت فيها لا والو، بالماء والملح لميها وطيبيها كما راكم تشوفوا، وهي سخونه فتتوها. جبت شويه طوماطيش اللي فيها الماء، 6 حبات ولا 3 حبات حارين باسكو لازم تجي حاره، الثوم 3 سنينات، الحشيش، القارص، طوماطيش تاع الباطا. ودوك نوريكم الطريقه. بسم الله. انا ربيت طوماطيش، درت لها الزيت، زدت لها شويه زيت. هذاك الفلفل كنت هرستو في المهرس مع 3 سنينات كبار تاع الثوم، درت لهم شويه ملح وهرست. ضفت اون بون كونتيتي تاع الحشيش، القزبر، الدبشه، طوماطيش تاع الباطا، درت مغرف مليحه كبيره، شويه راس الحانوت، شويه فلفل كحل. خلط كلش كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نحطو على النار. كي نحطو على النار نزيدلو الماء، نكمل القدره نعمرها بالماء يكون غلا، ديجا كنت سخنته من قبل. جبت هذيك الكسره اللي كنت فتتها ونقصت النار، حطيت هذيك الكسره في لاصوص وبقيت نخلط 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 نخلط، نحرك حتى تشربت. من بعد طفيت عليها، بسنا مازال هنا ما طفيتش، فوالا كيما راكم تشوفوا هنا كنت طفيت وخليتها، عصرت لها نص حبه قارص وخليتها واحد 4 ساعة هكاك تشربت مليح. اي فوالا، هاوليك الباطوط ديالنا. حنا في بسكرة نقولوا له الباطوط، كل واحد كيفاش يسميه. فاصون هذه هي الطريقه تاعي. فيه بزاف طرق على كل حال، كاين اللي ما يعاودش يرجعوا في الطنجره ويحرك، كاين اللي هذيك لاصوص يفرغها فوق هذاك الكسره. مي انا نحبها هكا باش تجي مشربه. عليك ديكوريتها بشويه دي ترونش دو سيترون والحشيش من الفوق. كاين اللي يحب يزيد لها زيت زيتون. صحتكم.